وأما صيغ التكبير كيف نكبر في العيد فالظاهر والله أعلم أن الأمر واسع، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد وتنوع الصيغ عن الصحابة يدل على سعة الأمر. فلو أن الإنسان ظل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حصل المقصود، لكن الأفضل ما ورد عن الصحابة، نتأسى بهم ونقتدي بهم رضوان الله عليهم. ومن ذلك أن نقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صححه الألباني رحم الله الجميع. واختار هذه الصيغة كثير من العلماء يرون أن هذه الصيغة أفضل الصيغ. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وجاء عن ابن مسعود أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود بإسناد صحيح. والظاهر والله أعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول هذا تارة وكان يقول هذا تارة، فأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وأحيانا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. هذا رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني، صيغة طيبة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. وجاء عن سلمان رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال الحافظ ابن حجر أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال كبروا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ومن صيغ التكبير الحسنة الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
هذه من أفضل صيغ التكبير، فقد قالها رجل في الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم في الصحيح. فهذه صيغة حسنة يجعلها المسلم في تكبيره في يوم العيد، والأفضل أن ينوع المسلم التكبير بحسب ما يحفظ من الصيغ الواردة. هذا أفضل وأجمل وأكمل، فيقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شعار في يوم العيد يظهره المؤمنون